قالوا الميزانية غادي مخططات خطيرة لمنع المواطنين في أنهم يولجوا للعدالة. زادوا في الرسوم ديال التقاضي. المرأة المعنفة ولا خصها تخلص 7000 درهم باش تدير شكاية ديال العنف ضد النساء. المرأة اللي باغا دير الطلاق بعد ما كانت معفية من رسوم ديال اللجوء إلى القضاء في الطلاق ولا خصها تخلص 7000 درهم للمحامي باش على أنها على الأقل تستافد. الأجير اللي طردوا صاحب العمل باش يلجأ للقضاء خصو يخلص على الأقل 7000 درهم باش يمشي يطالب بحقه. اللي داولو أرضو خصو يجبد على الأقل 1 مليون ديال الفرنك باش يدافع على الأرض ديالو. هاد المافيا اليوم تشرعينو لمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء اللي هو حق الجميع وحق مجاني. هذاك الوزير ديال من تحتها، وزير من تحتها اليوم تيوجد مشروع قانون باش يمنع المواطنين من حقهم في الدفاع، من حقهم في المحامي اللي يفتح لهم عينيهم ويخليهم عرضة للسماسرة ديال المحاكم. الوزير ديال من تحتها خدام كيصايب قانون جنائي كيعطي الحق للناس انهم يفسدوا كما بغاو، وتيقول هادوك الله يسمح ليهم هادوك اللي خدامات في الفساد واللي خدامات بائعات الهواء الله يعفو عليهم، كيقول لهم اودي لا صيدتوا شي واحد وحملتوا منه راكم غادي تضمنوا واحد الاجره حتى ل 21 سنه. هل بهذه المنطقه غادي نحاربوا الفساد في البلاد؟ والتقارير ديال الفساد واصله للعالم. حنا وجهنا ملي كنخرجوا للعالم كنحشموا كيقولوا لنا داك الفساد عندكم كثير وباغي يزيد يكثروا. تصوروا فين وصلنا. وزير العدل كيقول اللي خدامات في قطاع الفساد الا حملتوا من شي واحد غادي تبقاو تخلصوا 21 سنه باجره شهريه. وتخيلوا دابا واش هذا الامر هذا غادي يحد من الفساد. وكيقول هذوك اللي باغيين يتزوجوا راه قبل ما تزوجوا غندوزوا لكم واحد الامتحان نعرفوا لكم واش عندكم قدره واش قادين. واش هذا ولد الحرام هذا؟ وهذا باغي يشيع الفساد. اليوم هناك حرب على الأسرة المغربية.